صباح الخير يا معلم، عامل ايه؟ طبعا انت صحيت من النوم في عز الشتاء ورحت لبست لبس المدرسة الجميل بتاعك، تظبط لبس المدرسة، وبعدين رحت نزلت وقفت في الطابور بتاع الساعة 7 الصبح. نادوا على صاحبك محمد حسام وقالوا محمد حسام حكمة اليوم. محمد طلع وقال الحكمة الجميلة المشهورة اللي كلنا عارفينها: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. انت بتتأثر بقى، يعني انت دلوقتي اتأثرت. أول ما سمعت الحكمة قلت يا نهار اسود، الحكمة الجامدة جدا دي أنا لازم أما أروح أكتب أحلامي وأماني اللي أنا عايز أوصلها في سنة 2023 كلها. فبتروح تجيب ورقة أول ما تروح البيت تقعد تكتب: أنا النهاردة عايز أجيب 100 جنيه، أنا في آخر السنة عايز يبقى معايا عربية، وأنت لسه في مدرسة عادي جدا. الحزين يا صديقي في القصة ديت وهي إن أنت كل سنة بتكتب الكلام ده، وللأسف كل سنة مبتوصلش اللي أنت عايزه برضه. الحقيقة إن عدوي وعدوك هو الكسل والتسويف اللي بيوقع أي حد مهما كان قوته، بيقع بعد فترة من المثابرة والإصرار على إن هو عايز يوصل للحاجة دي. لو فعلا قدرت تعالج الكسل والتسويف، أراهنك 100% إن أنت وقتك كله هيبقى بفلوس يا صديقي. هتلاقي بص إنك عايش في نغنغة وعز بقى ومرسيدس بقى وبي إم بقى ويا لهوي. طب ماشي يا أبو حميد، وإيه التسويف ده أصلا؟ التسويف يا صديقي هو إنك تبقى قاعد المنهج كله طول السنة طول الترم. الراجل الموقر اللي واخد شهادات بيدي المادة في ترم 3 شهور ونص، تروح انت جاي قبل الامتحان بساعتين جد وكوباية شاي تلم المادة كلها. او بقى لو انت ملتزم بدايت، راجل هيلسي زي كده، بتهتم بجسمك وبتهتم باكلك وبتهتم بشربك، ويجي صاحبك حبيبك روحك اللي هو حته بقى كده بقى يقول لك تعالى، بقول لك ايه، اخر الاسبوع احنا عاملين قعده مشاوي كده، تعالى معانا وبتاع، تتبسط قوي، كفته وكباب وبتاع. للاسف رغبتك في المشاوي هتكسب رغبتك واصرارك انك تكمل الدايت، لانك بكل بساطه هتقول لنفسك خلاص اخر صباع كفته، بعد الصباع ده على طول انا هبتدي دايت من اول وجديد، هبتدي دايت بجد بقى، اللي هو زي بالظبط الساعه 12 ودقيقه مش هذاكر، لكن 12 بالظبط هبدا مذاكره. ولو خدت بالك معايا ان هتلاقي كل العادات السيئه اللي احنا بنعملها في يومنا او في حياتنا عامه، زي مثلا شرب السجاير، عواقبها ما بتبقاش في ساعتها، عواقبها بتبقى بعديها وعلى اللونج تيرم في المدى البعيد. احنا طبعا كلنا كمصريين يعني ولاد النهارده، يعني نحب القعده الحلوه، نحب اليوم الحلو، مش مهم بقى اللي هيحصل بكره، يعني المهم النهارده، انا ليا في النهارده يا معلم. ومن هنا ظهرت فكرة ديدلاين ديت حاجة شركات أو عامة مؤسسات اخترعوها علشان حضرتك ما بتخلصش الحاجة بتاعتك إلا لما بتبقى مزنوق قبل تايم ليميت معين، ومع ذلك تستنى لحد آخر 5 دقايق في الديدلاين وتروح تسبميت الأساين. ليه يا ابني؟ ما أنت معاك الترم كله. حل التسويف عشان تخلي وقتك بفلوس متمكن في 3 حاجات رئيسية بس. لو عرفت توصل لحد 3 حاجات دول وتعالج 3 حاجات دول، أوعدك وعد، يعني بص يعني ثق فيا، أنا عايزك تثق فيا، وهتنسى اصلا ان في حاجه اسمها تسويف في الدنيا. بص يا ريس، التسويف اكتر من 90% منه بسبب مسكتك لتليفونك طول اليوم، وبالتالي حلك هيكون في انك تسيب التليفون. افصل نفسك عن السوشيال ميديا، ما تقعدش تعيش وتقلب بقى في الريلز بتاعت الانستجرام ونروح نقلب في الشورتس بتاعت يوتيوب، ونروح نقلب في يوتيوب شويه وبعد كده نخلص نخش على سناب شات نفتح الستريكس ونعمل ستريكس. الحقيقة ان انت لو قلبتها في دماغك شوية، سهرانك بالليل اللي هو الساعة 3 بالليل تفتح التليفون مثلا، تمسك التيك توك تتفرج على شريف ام محمد وهي بتعمل جلاش مثلا او كنافة بالمانجا مثلا، انت ده مش هيغير من حياتك كتير. يعني انت مش هتصحى الصبح او مش هتقوم غالبا الساعة 3 الفجر تعمل كنافة بالمانجا، وغالبا مش هتعمل اصلا الفيديو سيف وهتعديه ولا كأنك شفته. فليه اصلا من الاول؟ ليه في ابلكيشنز زي فريدم، الابلكيشنز ديت بتخليك انك ما تفتحش السوشيال ميديا ابس، يعني بتلوك الابس كده بحيث تخليك فتره معينه لو انت عايز تركز تذاكر وهكذا، تمنعك انك تخش على الابلكيشنز دي خالص. فاي ريكومند تنزل ابلكيشنز زي فريدوم وفي غيرهم كتير. الابلكيشنز دي هتساعدك جدا في التركيز لو انت ناوي يعني انك تاخد خطوه بجد. يعني بص انا عارف انا بحبطك، بس يعني والله العظيم بحبك، والله العظيم. بص، اللي بيحبك هتلاقيه دايما بيخش كده على طول ايه، ستريكت دايركت كده في عنق الزجاجة، على طول بيخش كده، فاهم، على طول كده. تاني حاجة وهي انك لازم يكون عندك وعي بالحاجات اللي بتشغل انتاجيتك. يعني ايه بقى؟ من الاخر انت دلوقتي السوشيال ميديا دي حاجة من ضمن الحاجات الكتير قوي اللي موجودة في حياتنا ممكن تشتتنا، مغريات يعني. من الاخر هتقولي يعني ايه مغريات يا ابو حميد؟ يعني اي حاجة بتضيع وقتك في حاجة ملهاش لازمة، حاجة انت المفروض في الوقت ده تبقى بتنتج وتلاقي نفسك بتعمل حاجة تانية مكان، مثلا تتفرج على ماتش كورة. ماتش كورة ده ممكن يكون من ضمن المغريات.
الى حد ما. بس طبعا ايه، في يعني مثلا لو كلاسيكو مثلا ولا خلاص، لو اهلي وزمالك ماشي، بس مش تروح تتفرج على مثلا ماتش واتفورد واستون فيلا. ما انت كده يا ريس، انت اصلا ما تعرفش غير واحد هنا، وممكن ما تعرفش حد اصلا في اللي بيلعبوا. يعني ليه اصلا تضييع الوقت؟ اخر حاجه وهي انك لازم تقلل المشتتات حتى لو ملهاش علاقه باي حاجه في حياتك، يعني سبيسيفيكلي التكنولوجيا. يعني مثلا لو بتخرج كتير او هبت في دماغك ليله الامتحان انك محتاج تشتري بنطلون جديد تروح بيه بكره، لان البنطلون انت ما عندكش هدوم، مثلا اكتشفت مره واحده ان الدولاب عندك فاضي سبحان الله من حيث لا ندري كده، فانا محتاج انزل اشتري بنطلون دلوقتي حالا. اعمل ايه بقى؟ ما تنزلش يا صديقي، انا بقول لك ما تنزلش، ده فخ، اوعى تقع فيه. بص يا معلم، من الاخر كده، ما ينفعش تضيع حياتك كلها في التسويف. فعلا في ناس عمرها كله بيضيع في التسويف. لازم تلحق نفسك من بدري بدري، وتاخد بالك من المشتتات، وتشيل العادات السيئة اللي ملهاش لازمة في يومك، وتحط مكانها عادات إيجابية وكويسة. لو هتتعلم حاجة أو هتقرا كتاب أو هتتفرج على حاجة مفيدة، أحسن من تضييع الوقت على اليوتيوب. أنا طبعا بغض النظر إن أنت كده مش بتضيع وقت إنك بتتفرج عليا، يعني دي حاجة أنت بتعلم أصلا، أنا اللي بعلمك يا معلم في إيه. أهم حاجة كفاية المطلة، كفاية تضييع وقت، خد بالك من نفسك، وسبسكرايب عشان تتفرج على حاجات احلى، تتفرج على حاجات اكتر، عشان اعمل فيديوهات. عشان انت لما بتسبسكرايب، لما بتلايك، لما بتكومنت، بالذات لما بتكومنت، انا حرفيا بتحفز جدا ان انا اعمل فيديوهات اكتر وان انا انزل اكتر، عشان انا فاقد الشغف في الحقيقة الفترة اللي فاتت كنت فاقد الشغف. ان شاء الله الشغف في ايدي وهنعمل فيديوهات اكتر ان شاء الله. يلا تيك كير. لو عندك اي سؤال بقى بخصوص اي حاجة في الحياة خش تسألني على الانستجرام، ان شاء الله يجاوبك. تمام، باي باي.